ارجع بالتاريخ شوية هتلاقي كان في حاجة زمان اسمها مدن الجيل الأول، ودي الدولة كانت بتعملها عشان تقلل الهجرة الداخلية للعاصمة. Yeah. عمرك فكرت يعني إيه مدينة جيل رابع وليه الدولة بتعملها دلوقتي؟ ارجع بالتاريخ شوية هتلاقي كان في حاجة زمان اسمها مدن الجيل الأول، ودي الدولة كانت بتعملها عشان تقلل الهجرة الداخلية للعاصمة. بعد كده الدولة عملت مدن الجيل التاني والتالت، ودي برضو كان هدفها تقليل الكثافة السكانية في القاهرة والمدن الرئيسية زي الشيخ زايد والتجمع والعبور ومدينة السادات والعاشر من رمضان وغيرهم مدن كتير. بعد كده وبالتحديد في المؤتمر الاقتصادي سنة 2015 قررت الدولة تعمل 30 مدينة جديدة يكونوا خلصانين وساكنين بحلول عام 2030، تبقى مدن ذكية ومستدامة وتساعد في النمو الاقتصادي وتوسيع المساحة العمرانية في مصر من 6 ل 12%، وربط المدن الجديدة ببعضها عن طريق بنية تحتية قوية ووسائل مواصلات أول مرة تتعمل في مصر.